اوعى القطة دي تقرب منك، علشان القطة دي ممكن تبقى شيطان. القطط حيوانات جميلة، وسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام قال ان القطط من الطوافات، يعني من اللي بيدخلوا علينا وبيطوفوا علينا عادي جدا في البيوت. وعايز اقولك ان في يوم من الايام كان في قطة نايمة على الصوب بتاع سيدنا محمد وهو قاعد، لكن سيدنا محمد لما جه يقوم لقى القطة دي لسه نايمة، فخاف ان هو يصحي القطة دي، فقطع طرف الصوب علشان يسيبها نايمة وما يضايقهاش. انت متخيل رحمة سيدنا محمد وصلت لإيه؟ بس خليني اقولك ان مش معنى كده ان كل القطط جميلة وان كل القطط من الطوافات. بس قبل ما اقولك ليه انا قلتلك كده، خليني احكي لك قصة بسيطة قوي. النبي قال ان في امرأة دخلت النار في هرة، حبستها، لا هي اطعمتها ولا تركتها ولا سابتها تأكل من خشاش الأرض. يعني في قطة ممكن تدخلك الجنة وقطة ممكن تدخلك النار. أما بقى اللي أنا كنت عايز أقوله لك، إن في قطط سودا لو شفتها تبعد عنها فورا، لأن القطط دي بتكون شيطان. لو أنت بقى عايز تعرف القطة السودا شيطان ولا لأ، فبتكون في علامات بسيطة قوي بتظهر عليها. يعني مثلا خلينا أقول لك إن في صوت قطة وهي بتمونو تحس إن هي بتتكلم، ودي على فكرة حصلت معايا أنا شخصيا. في قطة تبقى ماشية ملهاش ظل، يعني ظل القطة ما بيبقاش فيه، لان الجن على فكرة لما بيمشي او بيتجسد في اي شكل ومن ضمن القطط ما بيبقاش ليه ظل. والقطة السودا اللي انت تيجي تهشها وما تمشيش من مكانها وتقرب منك او تيجي عليك، تعرف ان القطة دي شيطان. اما بقى لو انت استفدت من الفيديو ده، فانا عايزك تذكر الله وتصلي على النبي في الكومنتات وتشير الفيديو ده علشان تاخد الاجر والثواب اللي انا باخده بالظبط. سلام.